صباح الخير محبين الزراعة. طبعا أحد التعليقات على بخصوص الجاف يقول لا ينمو ولا يتكاثر حسب التعليق. خلينا نشوف النبات شنو يحتاج ووين مكانه. طبعا هو هاي نوعيتين اثنيناتهن جزء نوعية نفس هاي اليوغا، هاي اليوغا نسميها هنا يوغا، وهذا الغاف. يعني اثنيناتهن نفس الفصيلة، اثنيناتهن نفس الفصيلة، بس هذا لما يكبر إلا ينطي فراخ. هو يعني هسه هو منطي فراخ بس شي بسيط، 3 لو 4. هاي اليوغا. أما هذا الجاف هذا سابقا ناشر عنه خير من الله، جواه فروخ وماخذ منه تقريبا 70 واحد، وغير هسه هذا الجواه. طبعا شنو يحتاج النبات؟ يحتاج قلة سقي وتربة رملية، وقلة سقي، إن كان بالسندانة أم كان في الأرض. طبعا جاوبنا قلنا لكم يحتاج قلة سقي، وكان بالسندانة أم كان بالأرض، على مود شني؟ لأنه النبات عصاري. طبعا اكو سؤال ثاني خلينا نجاوب عليه تفيدونا بخص الجاف. وين مكانه؟ نزرع وين؟ اخوان اذا زرعونه بالشمس المباشرة يصير لونه اصفر، واذا زرعونه تحت الاشجار يكون لونه اخضر. يعني يحب شمس شي قليل، يعني شمس الصبح او شمس العصر، ام تحت الاشجار. اما زرعونه بالشمس المباشرة يصير اوراق لونها اصفر. طبعا يعني خير من الله نعدي من عنده. هذا النوع الثاني يكون حوافه منه ابيض، هذا هم توجه يتكاثر. هذا نياه كاثرت من عنده، ذاك كاثرت منه نياه. طبعا قلنا لكم ما يحب السقي. إذا تشوفوا تلاحظون هذا النية عوذن بسيطات. طبعا يعني هو هذا صغير يطلع فراخ، بس شنو قلنا لكم ما يحب السقي. شوف تربته. يعني إذا تريد تخلون السدانة لا تخلون السندانة، يعني ترسوها إلا خير تراب. يعني التراب يحب التربة الخفيفة، يعني يكون زميج وتربة طينية مو بتموس أم رمل البناء. يعني المهم تربة خفيفة، ما يحب التربة الصغيرة مثل الطينية تجمع الرطوبة، فما يطلع فراخ ولا راح يكبر. ليش؟ راح الجذور مالته تخيس. هذا أمامكم. يعني يكون بالأسبوع مرة كافي. يعني تخلون السندانة متروسة. شوف هسه قد مخلي صبع، ها شوفوها، ها صبع. وشوف كولاته مش شني، ما يظل هواي بالحوض ماله، يعني شي بسيط. لما ينزل هنا تبقى بس رطوبة، شي بسيط. يمكن وصلت الفكرة. وبالنهاية السلام عليكم حبايبي.